فيلمنا النهارده بيبدأ بواحدة اسمها ناتالي اللي بتشوف الخدامة وهي لابسة طرحة الفرح بتاعها فبتضربها وبتزعق لها، فالخدامة واللي بيكون اسمها جيني بتترجاها إنها تسامحها. في اللحظة دي بيدخل عليهم خطيبها واللي بيكون اسمه جاك وبيسألهم عن اللي حصل، وبترد عليه ناتالي وبتقول له إن الخدامة عاوزة تسرق الفستان، بس الخدامة بتقول له إن فستان الفرح كان شكله جميل وأنت بس كانت نفسها تشوفه عليها. فجاك يقول له لخطيبته كل ازاي ده علشان فستان هي جربته، فبترد عليه خطيبته بتقول له ان ده فستان فرحها انه هيتوسخ لو واحده زي دي لبسته، وان ده فالوحش ان واحده تلبس فستان العروسه. فبيرد عليها وبيقول لها ان دي خزعبلات وبيطلب منها انها تسيب البنت الغلبانه في حالها، بس هي تقول له لا وتقول انها عارفه ان الاسيويه دي جايه من بلدها علشان تسرق ودلوقتي عاوزه تسرق الفستان بتاعها. فبيقول لها جاك انها تسكت وكده كفايه، فبتقول له انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتتخانق معايا علشان كدابه. فبتعتذر لها جيني بس ناتالي تقول لها امشي على اوضتك، بس وهي ماشيه بتتكعبل في الطرحه وبتقع على الارض. فبتضحك عليها ناتالي وبيجري عليها جاك وبيقول لها انه هيساعدها وبيشيلها وبيقعدها على السرير، بس ناتالي بتتضايق جدا لما عمل كده وبتقول له انت المفروض انك تشيلني انا مش هي. فبيسال جاك جيني اذا كانت حاسه بالم، بس هي بتقول له انها تحاول تمشي لاوضتها لوحدها وبتشكره على اللي هو عمله معاها، بس ناتالي تقول لها انت مش هتروحي لاوضتك، انت هتمشي اصلا من البيت لانك اتطردتي. بس جيني بتعيط وبتقول لها ارجوكي انا ما عنديش مكان تاني اروحه. فجاك بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش، ويقول ناتالي وده بيته هو وان هو اللي يقرر مين يشتغل فيه ومين ما يشتغلش. فبتقول له طيب قرر مين بقى يقعد انا ولا هي؟ فبيبص لجيني اللي بتعيط وبتقول له ولا يهمك يا مستر جاك، وتشكره على كل حاجه عملها معاها وبتقعد بعد كده على اوضتها علشان تحضر شنطتها. بس ناتالي تروح لها وبتقول لها انت فاكره ان انت هتمشي بالسهل كده ولا ايه؟ انت عارفه انها اتصلت على وزاره الهجره وقدمت شكوى فيها وده ممكن يكون سبب في ترحيلها لبلدها. في اللحظه دي بتسمع صوت عربيات الشرطه تحت البيت، فبتقرر انها تستخبى في الاوضه لحد ما الشرطه تمشي. تسمع جاك وهو بيقول لناتالي انها ازاي قدرت تقول لها امشي من البيت، فبتقول له انت مكبر الموضوع ليه؟ دي واحده اسيويه سايبه بلدها وجايه عندنا، وبيرد عليها جاك ويقول لها انها ما تتكلمش عليها بالطريقه دي، ويروح بعد كده على اوضه جيني لما بتسمع صوت رجليه بتستخبى، فيفتح الباب ويفضل يبص على صورتها، بس هي بالغلط بتدوس على حاجه في الارض وبيشوفها جاك وبيقول لها انه فرحان جدا انها ما سابتش البيت، فبتقول له انها ما قدرتش تمشي بسبب الشرطه عشان هيسالوها على اوراق الاقامه، فهو بيوعدها انه هيلاقي حل وبيطلب منها انها تستناه في الاوضه، فهي بتقول له انها مش هتعرف لان خطيبته في البيت، بس هو بيطمنها وبيقول لها ان دي اخر حاجه ممكن تعملها خطيبته انها تدخل اوضه الخدامه. في اللحظه دي بتحس فيه فعلا ان جاك مهتم بيها، بس بتسال نفسها هو ليه بيعمل كده معاها؟ يا ترى علشانها ولا بس مجرد شفقه؟ وبتلاقي الباب بيخبط وبيطلع جاك وبيكون جايب لها اكل معاه وبيعتذر لها انه ما قدرش يجي لها قبل كده بسبب انهم بيجهزوا للفرح. كل جايب لها والده فبتساله هو ليه بيعمل معاها كده، فهو بيعرفها انه لما عرف انها ممكن تسيب البيت حس ان في حاجه اتاخدت منه، فهي بتساله انت تقصد ايه؟ فهو بيعتذر لها ويقول لها انه قال كلام ما كانش صح يقوله وانه من الافضل انه يمشي، وبتكون جيني فرحانه جدا بالكلام اللي جاك قاله لها وما بتكونش قادره تستنى عشان تقابله تاني. وبعدها بقى كل يوم بيتقابلوا وجيني بدأت تحس انها مش خدامة عادية ولا جاك مليونير وان ممكن يجي يوم ويتجوزوا. وفي يوم يدخل عليها جاك ومعاه ورد، فبتسأله هو ازاي عرف نوع الورد اللي هي بتحبه، فهو بيقول لها علشان ريحتها دايما بتبقى نفس ريحة الورد اللي هو جايبه لها، وبيقرب منها علشان يبوسها بس هي تقول له لا ارجوك، وتعرفه انه هيتجوز قريب، فبيرد عليها ويقول لها ان هي اللي بيفكر فيها، وبيعرفها انه شاف ناتالي على نهايتها في اليوم اللي طردتها فيه، فهي بتقول له طيب الفرح ده كمان اسبوع، فهو بيقول لها انه هيكنسله ويعرفها انه عايز يبقى معاها هي وان مفيش حاجة هتخليه في كلامه. وتاني يوم بتكون جيني نايمة وبتحس بحد جنبها فتفتكره جاك وبتقول له حبيبي وحشتني، وتتصدم لما بتلاقي انها ناتالي، فناتالي بتقول لها حبيبي ووحشك، فجيني بتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فترد عليها ناتالي وتقول لها انت تعرفي ان جاك عمره ما جاب لي اي ورد، وبتقول لها ان ريحتها دايما بتبقى نفس ريحة النوع ده من الورود، وانها لاحظت ان جاك ريحته بدأت تتغير وبقت نفس ريحة الورد اللي هي حطاها، فهي استنتجت انها مستخبية لسه في البيت.
وبتطلب منها جين انها ما تقربش منها، بس ناتالي تقول لها انها مش هتأذيها، بس عاوزاها تعرف انها تخلص من جاك، وده يخليها طبعا تحس بالندم، بتسيبها وتمشي. بس جين بتجري وراها وبتتوسل لها وبتقول لها انها ما تأذيش جاك وهي هتعمل اللي هي عايزاه، بس ناتالي تقول لها ان فات الاوان وان هي فعلا جهزت لكده. في اللحظة دي بيدخل جاك عليهم وبيلاقي ناتالي، فبيقول لها انه لغى الفرح، فبتقول له ناتالي انها اصلا مش عايزة تتجوز مجرم. في اللحظة دي الشرطة بتدخل عليهم بيقولوا لهم انهم جالهم بلاغ انهم قاعدين مهاجر غير قانوني في البيت، فبيرد عليهم جاك ويقول لهم ان ده سوء تفاهم ومش صح. فناتالي بتشاور على جيني وبتقول لهم هي دي اقبضوا عليها. جاك بيطلع يجري على جيني ويقول لهم انه مش هيسيبهم ياخدوها، وناتالي ترد عليه وتقول له انت كده كده هتشرف معانا فما تقلقش. الظابط يقول له انت مقبوض عليك بتهمة ايواء مهاجر غير قانوني وتوظيفه. في اللحظة دي جيني بتطلب من الشرطة انهم ما ياخدوش جاك لانها هي اللي دخلت البيت من غير ما يعرف، وناتالي تقول له الشرطة انهم يقبضوا عليهم الاتنين، بس جاك بيرد ويقول لها ان ده مش هيحصل، وجيني دلوقتي خطيبتي ومش مهاجرة غير قانونية، وبيحط ايده في جيبه بس الشرطة بترفع عليه السلاح، وبيطلع جايب لها خاتم الجواز وبيطلب يتجوزها فبتوافق، فبيبصها بعد كده. الشرطة بتسأله طب مين اللي عمل البلاغ الكاذب ده؟ فبيشاور على ناتالي وبيقول لهم الست المجنونة دي، فبيقبضوا عليها وبيمشوا. ودي بتكون قصة حب المليونير والخدامة. ده كان فيديو النهارده، لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك مني كل جديد. كل فيديوهات جاية. سلام.